السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب، اللهم امين. النهارده انا جايلكم بمفاجأة جدا جدا جميلة جدا 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 وحلوة قوي قوي، وانتوا كلكم ان شاء الله تتبسطوا بيها ان شاء الله. النهارده يعني حبيت اصور معاكم الفيديو، ما رضيتش اللي في الفيديو اللي فات ان انا مثلا اقول لكم على الموضوع ده عشان الفيديو ما يطولش مني، فحبيت النهارده بقى ايه اعمل لكم الفيديو واشرح لكم بالتفصيل عن الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه، اللي هو موضوع البروتين ولازم يكون البروتين كويس، ولازم يكون حاجه نظيفه تتحط على الشعر، مش اي حاجه ان انت تحطيها على شعرك. احنا عاوزين نعمل معادله كده مع بعض، عايزين شعر يكون قوي حيوي نظيف، يكون في نفس الوقت مفرود بنسبة حلوة او بشكل يكون كويس، ما يكونش فيه اي ضرر، يعني ما يكونش شعرها وقعت او متساقطة او متهالكة او تلفة او الشعر فيه قشرة، وبرضو يكون الشعر مفرود ويكون شكله حلو. وخاصة لو انت عاملة صبغة او بسحب او بدون سحب، اي صبغات للشعر سواء ايا كان لون الصبغة، سواء اسمر او تشقير او ميش او اي كلام من ده، فلازم نكون الشغل يكون كويس، ويكون اللي بيشتغل يكون كويس عشان نوصل للنتيجة اللي احنا عاوزين. احنا معانا بروتين وترميم والفرد الإيطالي. البروتين والترميم والفرد الإيطالي والترميمنت، كل ده حاجات، وطبعا كولاجين وفيلر وحاجات كتير للشعر. بس النهارده ناس كتير سألتني على الفيديو اللي هو بتاع الفرد الإيطالي، وانا سألت على الفرد الإيطالي، لقيت الفرد الإيطالي النهارده داخل في 600 جنيه البرطمان. يعني لو واحده جت النهارده تفرد فرد إيطالي ولقينا الفردة بتاع الشعر وصلت ل 500 جنيه، تم مثلا ال 500 جنيه نفرد بيهم شعر يكون متوسط، يعني ممكن نحط على 500 200 ونفرد شعرنا بروتين، وهيبقى طبعا بروتين علاجي، مش البروتين اللي هو بيضعف وبينهي الشعرايه، يعني البروتين اللي بيجيب اخر الشعرايه من نهايه كده. النهارده وانا ان شاء الله وانا كنت في المنصوره، فاتكلمت مع المتخصص اللي انا بشتغل بجيب شغل منه وكده، وقلت له صراحه ما كانش في دماغي خالص ان انا اشتري بروتين، لان ما اقدرش ان انا اغامر واجيب لتر او نص لتر من حد يكون يعني ممكن مش ضامنه الشغل هيبقى ازاي. ولكن المتخصص ده فهمني على كل حاجه، واداني رقم الواتس وقال لي لو اي حاجه قابلتك او اي حاجه وقفت عليكي او اي حاجه عايزه تستفسري عنها، سواء الزبون يعني عايز يستفسر عن حاجه او انت عايزه تستفسري عن حاجه، انا اولى العملاء، فنقدر ان احنا نستفيد منه. النهارده معانا البروتين ومعانا هنا الترميم، ترميم للشعر، ممكن يتعمل على الشعر اللي هو المتوسط، يعني تحط عليه نسبة بسيطة من البروتين، وكذلك لو الشعر يكون اللي هو الافريقي برضو هنحط من ده، وهنحط نسبة من برضو الترميم، وده يبقى شعر. اهم حاجه طبعا بالمكوى بالشغل، اهم حاجه يكون بروتين نضيف، ترميم نضيف، بروتينات نضيفه على الشعر تتحط تجيب نتيجه معانا حلوه. وبرده نتيجه بعد، انا مش ما يهمنيش النتيجه بتاع وقت البروتين او يوم البروتين او اسبوع اللي انت هتعملي في البروتين، قد ما يهمني النتيجه بعد ما تعملي البروتين بشهر واتنين وسنه، يعني بعد سنه كمان يهمني نتيجه البروتين على شعرك ازاي. اكتر ما يهمني الوقت الحالي، يعني انا ببص على المدى الطويل البروتين او الشغل هيبقى عامل ازاي مع شعرك. والحمد لله وبفضل الله بنشتغل وبضمير، واحنا فاهمين احنا بنحط ايه وبنشتغل بايه، مش شغالين وخلاص. والحمد لله احنا بنشتغل لمصلحة الناس قبل ما يكون لمصلحة لنا. يعني الهدف من شغلي ان انا ابين شغل يكون نظيف وواصل للعميل بشكل صحيح، احسن ما اكون اشتغل ان انا اخد فلوس واصرف وخلاص. تمام. ففي حاجه بقى بنعاني منها، طبعا احنا قلنا دلوقتي الفرد الايطالي ما عادش في الوقت الحالي ان انا اعرف اجيبه، لان وكل الناس يعني اكتر الناس اللي بتسمع الفيديو ده دلوقتي هي برضو هتشوف
هتسأل على الفرد الإيطالي وهتعرف الكلام ده وهتبقى واثقة من كلام. فهو الفرد طالما نضيف والبروتين نضيف. انا كنت بشجع الفرد الايطالي عشان ما يسببش نسبة ضرر على الشعر، بس لما وصلت للبروتين ده مع الترميم الاتنين ان شاء الله ما هيجيبوش اي ضرر على الشعر ولا هيسيبوا اي ضرر على الشعر. وفي حاجه كمان، الشعر بيقع غصب بقى فيه الشعريه الفروه بتفضل المسامات مفتوحه والشعريه بتقع، الشعرات بتتقصف، بنلاقي فيه قشرة في الشعر. وطبعا موضوع القشرة ده كل الناس بلا استثناء عارفين ان اي حد بيعمل بروتين او ترميم بنلاقي المكوى سايبة، بيبقى فيه نسبة قشرة قوية في فروة الشعر، وبتبقى برضو مزعجة للجميع لكل الناس اللي بتعمل بروتين. النهاردة معانا برضو هنا السيرم ده بتحط قبل البروتين نهائي، وقبل ما نغسل الشعر بنحطه على الفروة فترة زمنية معينة، وبعد كده بنغسل الشعرايه. ده بيقفل المسام على الشعرايه، بيخلي الشعرايه ما تقعش، تكون الشعرايه يعني فروه الراس يكون جامده، يعني ما تكونش الشعرايه سايبه وبتقع من اقل حاجه. وكمان بيكون بيحمي فروة الشعر من القشرة، ما يكونش فيها قشرة حتى بعد البروتين. وبعد ما تخلصي بتروحي تلاقي شعرك مفيش فيه قشرة خالص. وكمان كمان لو حد ما عملش بروتين ومش شرط يعني يكون البروتين، نقدر كمان نغسل الشعر بالسيرم ده. وبعد كده يعني ممكن تحطه على الشعر، وبعد كده بنغسل الشعر بأي شامبو، وده بصرف النظر عن أي بروتين. يعني لو حد عنده قشرة في شعره برضو يغسل شعره بالسيرم ده، وبعد كده يقوم غسله بأي شامبو عادي. يبقى احنا هنا كده بطمنكم بالنسبة للشغل. هنا معانا متوفر اللي هو لتساقط الشعر والقشرة بتاع الشعر، ومعانا هنا الترميم مع بروتين وحاجة نظيفة، ومعانا هنا برضو السيرم نضيف برضو حاجات نظيفة على الشعر. وطبعا هجيب الخلطة اللي انتوا كلكم عارفينها اللي انا بجيبها على طول، ريحته والسيرم ده جميل جدا، وريحته جميله على الشعر زي ما يكون حتى كده برفان او معطر على الشعر. وكمان هنا اللي هو الجي كي برضو يعني غني عن التعريف، جميل جدا برضو، سيرم ب75 جنيه بس، سعر جميل. وهنا طبعا اللي هي الصبغات النظيفه، صبغات بدون سحب، برضو هنا جميع الالوان. بادئ العرض بمناسبة شهر رمضان والعيد ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، ب500 جنيه لحد بقى على حسب نسبة الشعر. بس هو البروتين بادئ هنا من 500 جنيه وطال. بتمنى كلكم ان شاء الله تشرفوني، وان شاء الله النتيجة بتاعتي تكون هتعجبكم. وحبيت بس افهمكم عن نبذة كده عن البروتين وعن الشغل اللي وصلني، وعن الناس اللي بتسألني. ناس كتير بتسألني عن الفرد الإيطالي. إن شاء الله يعني والله إن شاء الله توصلوا لنتيجة حلوة. يعني اللي خليكي تعملي بروتين سوري، اللي خليكي تعملي فرد إيطالي ب500 جنيه أو ب600 جنيه، هنحط عليهم كمان 200 جنيه، وإن شاء الله تعملي شعرك جميل. يعني لو شعرك ممكن كمان يتعمل بال500 بس، ما يحتاجش أكتر من كده. يعني الناس اللي شعرها خفيف أو اللي هو قصير 500، كل ما بيتقل او بطول بيزيد شويه في الفلوس، ولكن برضو هنبقى ان شاء الله اقل من اي حد في السعر، وجوده شغلنا هتبقى احسن من اي حد، لان احنا بنشتغل بخبرتنا، مش بنشتغل وخلاص. يعني بتمنى الفيديو يكون عجبكم وكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله انتظر اسئلتكم في الكومنتات، وكمان هنتظركم عندي هنا في المحل. ورمضان كريم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين، وبعود الأيام عليكم يا رب بألف خير. النهاردة هتكلم معاكم في البروتين والمفاجأة اللي أنا كنت بتكلم عنها طول الفيديو اللي فات، بس حسيت ان الفيديو هيطول مني، فأنا قلت بقى كده ايه أصور لكم فيديو تاني
يعني ايه ويعني عشان يبقى مفهوم وعشان ما تتوهش مني وكده. بتمنى قبل ما اتكلم، بتمنى اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس، وعشان يوصل لك كل جديد وكل معلومه ان شاء الله تشوفها وتستفيد بيها.